السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تعالوا النهاردة نعمله أحلى بامية. زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا ولونها جميل ما شاء الله عليها بجد. طريقتنا سهلة خالص بطريقة أمهاتنا وطريقة زمان يا جماعة. راح تعجبكم الطريقة. على البنات المبتدئين راح تعجبهم طريقة البامية، وجميلة جدا منها تحطيها في طاجن. الطاجن جميل جدا سخنة كده وجميل ما شاء الله عليها بجد. أكلة جميلة جدا ومن الناس اللي بتحبها، والأيام ديت أوانها البامية وكتيرة قوي. امشي على خطواتي وانتي راح تعملي احلى باميه. ولو اول مره تشوفي قناتي فضلا ليس امرا حط لي لايك واشتراك ويلا نسمو بسم الله. واول حاجه عملناها في الباميه خدناها وغسلناها تحت الحوض غسله جميله جدا. حضرت معايا السكينه والمقشره وراح اسويها نفس الطريقه دي. لازم تشيلي الشوك وتسويها سوايه جميله زي ما انت شايفه، سهله جدا وجميله. تسويها وتشيلي الحاجات الخشنه اللي فيها. حبيت ان انا اوريك امعي الباميه عشان للبنات المبتدئين. الطريقة إن شاء الله سهلة جدا وبسيطة. نفس الطريقة دي لو كانت البامية معاك كبيرة ممكن تخليها تقسمها اتنين، تبقى صغيرة كده. بس تحاولي على قد ما تقدري تجيبي البامية الصغيرة بتبقى طعمها جميل جدا. زي ما انتم شايفين أخلص كل الكمية بتاعتي وأقمع البامية كلها عشان أطولش الفيديو عليكم. وبعد ما قمعنا البامية بتاعتنا حطيت حلة على البوتاجاز وأحط لها معلقة سمنة. وبعد كده نروح جايبة بصلاية وأحطها، مقطعة البصلة قطع صغير خالص واحطها. ولو عندكي ليا ممكن تحطي حتة من الليا كده او اللحمة البيضة، بيدي طعم جميل جدا في البامية. طبعا انا مش هحرق البصلة عشان ما تبقاش تقيلة، انا راح اخليها يا دوبك كده تصفر معانا. احط لها ربع معلقة من الملح واقلب حلو. ومن تستوى البصلة باذن الله ارجع لكم تاني. واستوت معانا البصلة وعطتنا اللون اللي انا عايزاه زي ما انتم شايفين. اجيب معلقة توم واحطها، ومعايا فلفلة حراقة أحط في زي كده حتة فلفلة حراقة بتدي طعم جميل جدا في البامية. حسب اختيارك في الفلفلة، لو عايزة تحطي براد حطي. تستوى معايا التومة أحط لها معلقة سمنة عشان حاسة السمنة قليلة فيها. ولو حابة انت الطشة تعمليها بعد ما تخلصي البامية اعمليها الطشة بتاعتها. ومعانا تلاقي التومة صفرت وعطتنا اللون اللي أنا عايزاه. أقلب كل حاجة مع بعضها بس أحط البهارات تتحمص مع التومة. زي ما انتوا شايفين معايا كمون ومعايا فلفل ومعايا كزبرة ناشفة. معلقة معلقة من البهارات بتاعتنا عشان تدي طعم جميل جدا في البامية. أقلب كل حاجة مع بعضها وأسيبها زي دقيقة. بعد كده أجيب كوباية طماطم وأحطها زي ما انتوا شايفين. الطريقة راح تعجبك جدا ومش على طريقتي، وانتي راح تعملي أحلى بامية. حطيت كوباية الطماطم، أنا هحط لها مرقة وأحط لها زي كوباية شوربة تدي طعم جميل جدا زي ما انتوا شايفين، وأسيبها تتسبك. الصلصة بتاعتنا جميلة جدا، التسبيكة بتاعت البامية راح تعجبك وريحتها جميلة خالص. وخلاص على كده التسبيكة بتاعت البامية خلصت معانا واتسبكت حلو. واجيب البامية واحطها على طول. وحطيت البامية في التسبيكة واحط لها زي كوباية شوربة وتستوى. تخش معانا 5 دقايق وتستوى، عشان زي ما انتم شايفين كده انا جايباها صغيرة خالص يا جماعة. وطبعا احنا مسوينها حلو ومقمعينها حلو، يا دوبك تاخد 5 دقايق وخلاص. طبعا احنا التسبيكة بتاعت البامية مظبطينها، حاطين لها التومة والبهارات، مش محتاجة غير ان نحط لها كوباية شوربة وخلاص. زي ما انتم شايفين لونها جميل جدا. انا ما حرقاش البصلة يا جماعة عشان ما تبقاش تقيلة. واسيبها تستوى البامية. وخلصنا البامية بتاعتنا ما شاء الله عليها. حطيت في الطاجن وحطيت في طبق وعملت رز بالشعرية. عايزة تاكليها بلحمة تاكليها بفراخ، جميلة جدا. لو حابة انتي نفس الطريقة بتاعت البامية تقطعي فيها قطع من اللحمة وتحطيها، بتبقى طعمها جميل جدا. يا رب يكون عجبتكم طريقة مع البامية وطريقة طبخها بطريقة أمهاتنا. طريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة على البنات المبتدئين. طعمها جميل جدا ومستوية معانا وتحفة بجد. يا رب يكون عجبتكم الوصفة وعجبتكم طريقة مع البامية وطبخها.
واشوفكم صف تاني بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.